مش معقول ابدا. بقول لك ايه، حاول تستغل نفوذك، اعمل اي حاجه، وقف الناس دول عند حدهم. هما بيقولوا ايه عن هات لما العجل بيقع بتكتر حوالين رقبته ايه؟ سكاكينه. انا وقعت يعني هات، والسكاكين كترت حوالين رقبتي، لكن لا، انا استحاله اقع. شكري جلال استحاله يقع، واستحاله سكينه تتمد حوالين رقبته. طب هتعمل ايه؟ اتصل بالدكتور مرسي. ايوه يا دكتور، قريت اللي مكتوب عني في الجرايد النهارده؟ انت مش في البيت في المكتب؟ طب ابعت هات الجرايد وراها يا دكتور. الكلاب بدأت تنهش في لحمي. اسمع يا دكتور، أنا عايزك تقدم بلاغ باسمي للنائب العام ضد أي صحفي كتب عني حرف واحد أو كلمة مواربة واحدة. احنا مش كنا طلعنا قانون بتجريم التشكيك حوالين موظف عام أو نائب في البرلمان؟ اهدى ازاي؟ دول كاتبين عني بلاوي يا مرسي. طيب هات الجرايد وراها وقول لي هتعمل ايه. كده مش كويس عشانك ابدا، اعصابك. انا حاسه ان ضغطك عالي جدا، وبعدين الجرايد دي ما بتكتب. دي مؤامرة دنيئة، مؤامرة لجز رقبتي، وأنا عارف مين اللي وراها. حصل ايه؟ مفيش حاجة والله، ما حصل حاجة يا دكتورة. لا فهميني حصل ايه، هي فين دلوقتي؟ هي في اوضتها فوق. لازم تقولي لي عشان مصلحتها، لازم تقولي لي كل حاجة وبالتفصيل. هي كانت بتشتغل على الشاتنج، وبعدين اتعرفت على واحد وطلب منها تروح له البيت. هي راحت له وكان عايز يغتصبها، بس هو ما حصلش حاجة. هي كويسة من فوق، ما فيهاش اي حاجة. ماما؟ ماما، مستغربة ليه؟ لا ابدا مفيش حاجه، بس حضرتك جايه ليه؟ في حاجه؟ مش عايزة تقولي لي حاجة؟ لا مفيش حاجه. مفيش حاجة؟ كمان بتكدبي عليا، كنت فين الصبح؟ كان عندي محاضره الصبح في الجامعه يا ماما. في ايه؟ وحضرتيها؟ حضرتها. وبعدين في ايه يا ماما؟ هو تحقيق ولا ايه؟ الطريقة اللي بتكلمي بيها دي مالها؟ تقرف ومش مؤدبة. هو في حاجه في البيت تخلي الواحد مؤدب؟ بسم الله ما شاء الله، كل واحد فينا في حته. حضرتك في حته، والدكتور في حته، وانا في حته، واحمد في حته تانية خالص. انت اتجننتي؟ ازاي بتتكلمي بالطريقة دي؟ ماما لو سمحتي، انا مش عايزه حد يتكلم معايا اساسا، مش طايقه حد. انا مش حد، انا امك. يو بقى يا ماما، انت هتوفي على الوقت. اخرجي، انت عايزة تضربي من الاول وجديد. بدل ما تضربيني وتلوميني، لومي نفسك على اللي عملتيه فينا يا ماما. كل واحد بقى هيتحجج بيا في العيله المهببه دي. في ايه؟ بتروحي راجل غريب في بيته، بتكلمي رجاله ما تعرفيهمش في الانترنت، عايزه اللي جرالي يجرالك؟ طب اللي حصل لي كان غصب عني، انت رايحه له برجليكي. كل يوم بتلوميني، كل يوم بتلوميني، واقول بكره تعقل، بكره تندم، بكره تفهم. مفيش فايده فيكي. في بنات قدك وفي سنك واصغر منك بيصرفوا على اهاليهم. افهمي بقى. اقسم بالله العلي العظيم لو ما اتعدلتي لا انت بنتي ولا اعرفك، واعتبريني مت. صباح الخير مع المستشار. اهلا بيك. وجدي محمود المحامي، مكتب دكتور مرسي خليل للمحاماه. اهلا. الموكل عن معالي الوزير شكري جلال. تقديم بلاغ ضد ما نشر في الصحف من سب وقذف وطعن في ذمه معاليه، ومتهما ايضا الصحفيين الوارده اسمائهم بالبلاغ ورؤساء تحرير هذه الصحف من سب وقذف وطعن في ذمه معالي الوزير شكري جلال. شكرا. كده مش صح خالص يا معالي الوزير. كده يا معالي الوزير انت بتستهدف كل الصحافه بكل اتجاهاتها. يعني عاجب سعادتك اللي كاتباه الصحافة ده عني وعن ثروتي والتشكيك في ذمتي يا سيادة الأمين؟ هي ارقام تخض قوي يا معالي الوزير. دي لو كانت حقيقية يا فندم. ما تنساش سعادتك إن أنا وزير بقالي أكتر من 10 سنين. فنيت عمري وشبابي في خدمة الحزب وخدمة البلد دي، ومشهود لي بالكفاءة والنزاهة. وقبل ما أكون وزير أنا كنت مستشار لشركات كبيرة عالمية. يعني هما بيكذبوا؟ جنابك عايز توصل لإيه بالظبط؟ لا ابدا، انا عاوز اطمن بس انه موقفك سليم. هو
ولو ما كانش موقفي سليم يا فندم ما كنتش خليت المحامي بتاعي يقدم بلاغ ضد الصحافه دي. ما انت عارف يا شكري، الصحافه ما بيصدقوا حد من الكبار يقع، تلاقي بقى الملفات القديمه والجديده كله اتفتح. ثم انه موضوع ابنك ده برضه طمعهم فيك يا شكري. الموضوع ده يا فندم كان ممكن يخلص بتليفون صغير من سعادتك. الحمله دي كانت ممكن تقف في لا، الصحافه حره، مفيش حد في الدنيا يقدر يوجهها او حتى يفرض ارادته عليها. التصريحات اللي وصلت للصحافه دي يا فندم مش بفعل فاعلي. والله هو احتمال، لان انا لما اتصلت ببعض قيادات الصحف وانا منزعج جدا على البلاوي اللي نشروها عنك، اكدوا لي انه معاهم مستندات تفيد صحه كل ما نشروه عنك. خلاص يا باشا، يبقى بيني وبينهم القضاء. ما بقاش شكري جلال لو ما حبستش اي صحفي كتب عني حرف واحد او شكك في ذمتي بكلمه واحده. هدي اعصابك يا شكري، وخلي بالك من ابنك وحافظ على مستقبله. يا اخي ده مفيش اعز من الولد. يا باشا لازم الحزب يقف بكل ثقله معايا، يقف في محنتي. ابني يا فندم لازم يخرج من السجن فورا. ده كلام يا معالي الوزير، لا الحزب يقدر يتدخل في مسيرة القضاء، ولا من اللائق ولا من المنطقي ان الحزب يدخل نفسه في جرائم مخجلة زي دي. كان الله في عونك يا معالي الوزير. اهلا يا دكتوره. ازي حضرتك؟ ازيك يا دكتوره؟ الدكتور موجود؟ موجود جوه. ثواني انا اديهولك. لا هو اذا كان مشغول ممكن تلاقي. لا فاضي، اتفضل. شكرا. اهلا اهلا يا عبله، ايه الخطوه العزيزه دي؟ تشربي ايه؟ مش عايزه اشرب اي حاجه، انا عايزاك تسمعني كويس. انا استحملت كل حاجه في حياتي عشان خاطر ولادي. استحملت عمايلك، عملياتك، سمعتك اللي بيعايروني بيها، كل ده علشان خاطر ولادي. هو جرى ايه يا عبله؟ ايه لازمه الكلام ده؟ ايه اللي حصل؟ اسمعني كويس، انا استحملت ده كله ليه؟ اكيد يعني عشان خاطر العشره وعشان خاطر الحب. لا، عشان خاطر الاولاد، وكان ممكن ادوس على كرامتي كمان عشان خاطر الاولاد، لكن لو حد مس ولادي هروح فيه في 60 داهيه. مالهم الولاد؟ ما هم كويسين، ايه اللي حصل لهم؟ ما هي المصيبه انك انت مش عارف ايه اللي بيحصل في بيتك، مشغول في عملياتك وفي مستشفياتك وناسي خالص البيت. انت بتقولي ايه؟ ايه اللي حصل؟ بنتك يا استاذ، بنتك كان هيحصل لها اللي حصل لي بالظبط لولا ربنا ستر. خبر اسود، انت بتقولي ايه يا عبله؟ اقعد واسمعني كويس. بنتك طبعا عشان ما فيش رقابه في البيت كفايه اتعرفت على ولد في الشاتنج، بعت لها الصوره بتاعته واد حليوه وضحك عليها واقنعها انها ممكن تزوره في البيت. الهانم راحت من ورانا وكان هيعمل اللي بقول لك عليه لولا ان ربنا ستر. ده انا كنت هموتها بايديا دول. تموتها ايه؟ اقعد عشان تسمع. لو عرفت البنت انك انت عرفت وسكت مش هتخاف منك تاني. انا قمت بالواجب وزياده. انت صح. طب والعمل؟ العمل انك انت تقعد مع ولادك شويه، ما تخسرهمش هما كمان، يا تقعد معاهم كفايه يا الولاد يجوا يقعدوا معايا انا. يقعدوا معاكي فين؟ عند عم الحاج صالح؟ اي حته في الدنيا هاخدهم يقعدوا معايا في اي حته. انت موافق؟ لا طبعا مش موافق. يبقى تقعد معاهم، يبقى تلتفت لهم شويه، يبقى تديهم شويه اهتمام. اظن انك انت خسرتني قبل كده، هو ده مش حكايه، لكن مش مستعد ابدا انك انت تخسر عيالك. وافتكر ان احنا سيبنا بعض عشان خاطر الولاد، صح ولا غلط؟ عبله عبله استني، طيب نتكلم نتناقش يا عبله. يعني ابوك سيادة الوزير ما عملش اي منظر لغايه دلوقتي يا رامي؟ هيعمل، اكيد هيعمل. انا مش عارف ايه اللي هفنا في دماغنا وخلانا نعمل العمله الهباب اللي عملناها دي. بس عارف، عجبتني قوي وانت بتنكر اعترافاتك الهباب. ده وكيل النيابه